عظة من زمن بغيض، زمن الحرب العراقية الإيرانية. العظة عندما تكون هناك رسالة مهمة يترتب عليها حياة ومستقبل ورزق أناس، يجب أن تأتي من أعلى الهرم الإداري، ويجب أن تكون واضحا جل الوضوح لا غبار عليها. إليكم هذه الرواية. لما بدأت الحرب العراقية الإيرانية انشق المجتمع الكويتي إلى سنة، للأسف إلى سنة وشيعة. وكمراقب نفطي مسؤول عن التسويق كنت أراقب حاجة العراق لمادة الكيروسين لتزويد طائراته، ومادة الديزل لتزويد دباباته، حيث كان العراق يعتمد على الحرب الميكانيكية، والحرب الميكانيكية بحاجة لوقود، وكما يقال الجيوش تزحف على بطونها. وخاصة أن مصفاة البصرة قد أعطبت، تتساءل أين سيحصل وكيف، من أين وكيف سيحصل العراق على المواد البديلة. وذات يوم يناديني وزيرنا وزير النفط الشيخ علي خليفة العذل الصباح ويقول: لقد قرر مجلس الوزراء أن تعطي الكويت مقابل أموال البنزين والكيروسين والديزل الذي يريده العراق. قلت له: أبو خليفة، أهم شيء أنتم تأخذون الفلوس من العراق، إحنا ما لنا دخل فيها. قال: إيه. قلت له: زين ليش ما تعطيها التسويق المحلي، الأخ بدر رفاعي؟ أنا إيش دخلني، إحنا تسويق عالمي. قال: أريدها منك لأن ثقتي بك عالية، وأريدها أن تكون سرية تامة. وغدا سوف يأتي عقيد اسمه فهد بورسلي من استخبارات الجيش ليجتمعوا بك. أوكي، إن شاء الله، إن شاء الله. باكر الساعة 5 رجعت إلى مكتبي وناديت جميع العاملين في التسويق العالمي للاجتماع الساعة 5 للاجتماع نفس اليوم. فأتاني أحد الأخوة وقال: أنت سوف تدعو الاجتماع حول تزويد العراق بالوقود؟ قلت له: إيه نعم، هذا الذي أوكلته إلينا الدولة. قال: ألا تعلم حسين الشماع شيعي؟ قلت له: طبعا، حسين الشماع شيعي ملتزم بشيعيته، رجل نقي، رجل مستقيم، رجل أمين. أنا متأكد من أن أبو عبد الله في عمله لن يقصر بحق الكويت إطلاقا. ماذا يؤمن، ماذا يعمل بوقته الخاص، هذا راجع له. قال: وما رأيك بعبد الأمير النجدي؟ يده ملأى بالخواتم. قلت له: النعم 60 نعم في أبو عزيز، لم أسمع عنه أي خبر أو كلام سلبي قط، ثقتي به عالية. فسكت. قبل الاجتماع
كنت قاعد أتكلم مع الأخ عبد الله حمد عبد الرحمن الرومي، صديق وزميل وسر به أمري. فقلت له يا أبو حمد تصور فلان قال كذا كذا عن حسين، والله حرام أنا قلت هالكلام. يقول عبد الله أبي 5 دقايق. قلت له خير. قال بروح حق هالخبل هذا اللي شكك في حسين، حسين شكك فيه، حسين أنا حاطه يمناي يدي اليمنى، حسين اللي أنا أسر به كل أمري، حسين حسين. قلت له اهدى يا أبو عبد حمد، اهدى يا أبو حمد. قال وبعدين عبد الأمير أنت ما تعرف أبو عزيز يا أبو سالم، ونعم الرجل فحل من فحول الكويت، رجل ما عليه خبار، مخلص محب وفي لأمير الكويت. هذا قاعد يتكلم عنهم كذي، ما يستحي على وجه قليل الحياة. هديت عبد الله، دخلنا الاجتماع، فقلت لهم إخوة لقد وكلت إلينا مهمة لست باغيها ولا أريدها، ولكن أوكلت إلينا وعلينا القيام بها. كلكم تعلمون حاجة العراق للديزل والكيروسين، طبعا هزوا براسهم، كلهم يعرفون يعني يشتغلون بالتسويق العالمي. وكلت إلينا حكومة الكويت أن نزود العراق بهذه المواد، وبعد أسبوع أو أسبوعين سوف تمر عليكم بشكل أم بآخر، بمهمة أم بصفة أخرى، معاملات هذه الشحنات. لا أريد أن يتسرب الخبر من التسويق العالمي، لا أريد أن تسرب الخبر، سوف أتحقق من الخبر، وعندما ينتهي الأمر إلى شخص من التسويق العالمي سوف ألقي عليه أغلظ العقوبات الإدارية التي أتمكن بها عليه. أرجوكم لنبقى رافعين الرأس، مهنيين بعملنا، مخلصين لأميرنا. وانتهى الاجتماع. عصر ثاني يوم رحنا حق الاجتماع مع العقيد فهد بورسلي. تكلم معاه الأخ الفتاح، كان معاي. الفتاح كان مسؤول عن تزويد، فيقول له عدد التناكر اللي تأتي، نوعية المواد التي سوف تحمل، الكميات التي سوف تحمل، والمواعيد. بعد ما خلص قلت حق العقيد فهد بورسلي، قلت له طبعا هذا سر ويجب أن لا يفشى. قال طبعا ولذلك أنا أرسلت من استخبارات الجيش. إن شاء الله. بعد 3 أشهر فشى السر، اكو شيء يبقى سر، فشى السر. فتحققت من أين أتى من أين أتى من أين أتى. الحمد لله طلع من وزارة أخرى وليس من التسويق العالمي. مغزى هذه العظة أنه إذا كانت وإحنا الحين في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، موضوع حساس للجميع. عندما تكون هناك رسالة وطنية حكومية يجب أن تكون واضحة جل الوضوح، لا غبار عليها، لا تساؤل عليها، وتأتي من هو
في قمة الهرم الإداري المتعلق بهذه المهمة. عندما نرجع الآن إلى وضعنا بالكويت للأسف نجد بأننا بأمس الحاجة الآن إلى وزير متفرغ لوزارة الإعلام، ولكن نجد بأن وزارة الإعلام تدار بالوكالة. أناشد الإخوة بالحكومة ارجعوا السيد عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام السابق إلى الوزارة ليديرها بضعة أشهر حتى أن نخرج من هذه القمامة، وبعد ذلك اطلبوا منه أن يترك الوزارة. نحن بحاجة إلى أن تكون لدينا وزارة إعلام فعالة. شكرا. السلام.